صباح الخير يا حبايب قلبي. طبعا احنا داخلين على العيد الكبير، كل سنة وانتم طيبين. طبعا في العيد الكبير بنشتري الكوارع، او لو انت حضرتك يعني دبحة في البيت عندكم الذبيحة دي كده. الكوارع لما يكون لونها موف كده، العظم بتاعها لونه موف كده فاتح، بتبقى معنى كده ان الذبيحه دي او الكوارع دي صغيره، مش هتاخد وقت كتير في السوى. فخلي بالك من النقطه دي، ما تشتريش الكوارع لو هتجيبيها من بره تكون لونها ابيض زي ما وريتك كده من عند العظمه، لان لونها ابيض معناها ان الذبيحه كبيره وهتغيب معاكي قوي في السوى. دي الكوارع انا جبتها، انا طبعا يعني مش اكيله فيها او مش بحبها، ولكن بجيبها اعملها عشان عندي اللي بيحبوها. لازم تغسليها كويس، اهم حاجه قبل ما تعمليها تحطيها في الميه بعد ما الميه تغلي، وبعد كده تغلي غلوتين وتدلقي الميه وحطي ميه جديده، وما تنسيش ورق لورا وحبهان وبصلايه وفلفل اسود. اما ده بقى فده الممبار او السجق. بصي حضرتك شايفه نضيف ازاي، لازم يبقى نضيف كده وزي الفل وزي القشطه. واخواتنا في الدول العربيه ممكن يكونوا ما يعرفوش الاكلات المصريه ديت، يعني تعالوا مصر بقى وان شاء الله يعني تاكلوها عندنا في مصر هنا في الحسين، وفي اماكن كتير بتعملها. يا رب يكون الفيديو عجبكم.